ماتشين ثلاثه كان حسام هيفطس، هيقول لك ده مش هو ده، لكن هو يجي كده والدنيا واقعه وهو يجي يطلع بيها. انا شايفها يعني هو دلوقتي مناسب لحسام حسن يعني. طيب عايز اسال سؤال. انا النهارده مثلا، ودي مشكله بتواجه في الانديه عندنا، بس هي مشكله تظهر في الزمالك والاهلي بس. يبقى عندك لاعب موهوب، حازم امام الصغير ده الجديد، انا شخصيا بقرا ان ده اسرع لاعب في مصر في اخر 30 متر في الملعب. لعيب جامد جدا وعنده مهارات عاليه جدا، صح. وسريع جدا وبيعمل فنتات، يعني واحد يقدر يغير اتجاهه في حاجه. بس مش عارف دماغه فيها ايه. اقول لحضرتك رايي الشخصي، الاعلام بسبب في الموضوع ده، الاعلام والجمهور ان بيكبر اللعيب قوي بسرعه جدا جدا. يعني مع احترامي لحازم، حازم لعب السنه اللي فاتت الدور الثاني، لعب حوالي 10 ماتشات. هو ماتش الاهلي اللي عمله حلو قوي الشوط الاول، بقى حازم امام ونجم ولازم يروح المنتخب والجمهور مستنيه. كويس انك تطلع باللعيب صغير، بس ما تحسسوش، ما فجاه ما يبقاش من نقيض الى النقيض. الناس ما تتحملش كده. كان زمان زاد غير مؤهل، كان زمان بنطلع تاخد وقتك شويه، تاخد وقت عشان الناس تبتدي تقتنع بيك. زي اللي بيطلع مثلا عفروتو برضه في الاهلي، نفس الحكايه. انا قايل برضه بعد اول ماتش بتاع الشرطه عفروتو ومانشيتات، عفروتو مش كويس، لعيب كويس بس بشويش. ما تبينش ان هو لما يجيب جون يبقى خلاص عمل اللي عليه كده. مش ان انا اجيب جون بقيت نجم النجوم وبقيت نجم المباراه عشان رقصت رقصتين وشوط واحد. النجوم انك تستمر السنه كلها، الموسم كله. فحازم لعب 3-4 ماتشات الموسم اللي فات كويسين، لكن في ماتشات ما لعبهاش كويس، بس الناس طلعته ان هو نجم النجوم. فهو ممكن نفسيا مش مدرك لهذا. حياته ماشيه زي نفس الريتم اللي كان حياته قبل ما يبقى مشهور، ما غيرهاش في رتم حياته، فما بقاش مش قادر مش متوافق مع حجم اللي الناس مستنياه منه. الناس مستنياه ان كل ماتش ينزل يعمل 3-4 ويجيب جونين. لسه هو مش ده، لسه صغير قوي، عايز ممكن يلعب ماتشين وحش ويلعب ماتش كويس، محتاج تدريج. لكن انت الناس من كتر ما الناس بتنفخ مش في اي لعيب صغير. نفس كان حصل لشيتوس لما رجع من كاس العالم، برضه شيتوس قعدوا ينفخوا في الولد ده كويس، بس حجم اللي انت بتبقى مستنيه منه على بسبب الضغط الاعلامي المكتوب كل يوم، ده نجم المصري وده كان امل مش عارف مين وده مين الصغير. فبتيجي تبص في الملعب هو لسه صغير، بتلاقي اللي انت متوقعه منه مش هو اللي انت شايفه، فبتبتدي الناس تحس ان هو بيتصرف تحت على لسه على قديمه، على قديمه. لسه صغير هياخد وقته، لكن مش زي ما انت متوقع ان هينزل يكسر لك الدنيا كل ماتش جونين وثلاثه واربعه. لازم انا بشوف ان الاعلام هو السبب في الموضوع ده. انا مش مختلف معاك، بس انا اللي مختلف فيه او اللي بستفسر فيه او اللي اريد يعني اللي اتمنى انه يتعمل بقى الحقيقه يا حازم. انت عارف ان انت يعني لاعب وعارف ده، من مجموعه اللاعبين اللي يعني انا كمدرب انا معايا مجموعه ناس مختلفين جذريا في كل حاجه، بما فيهم قدراتهم البدنيه وبما فيهم قدراتهم الفنيه والكلام ده كله. ده انت لما يبقى انت عندك بنتينك هتلاقيهم مختلفين، صح؟ انت خدت بالك؟ يعني واحده لو بصيت لها هتعيط تدمع، والثانيه لو بصيت لها ممكن مثلا تروح يعني مثلا يعني انت فاهم انا عايز اقول ايه؟ صح. انا النهارده المساله محتاجه ان انا لما بحاجه زي ديت انا لما حد يغلط يتحاسب، بس انا خلي بالي من الحساب وخلي بالي لاحسن المساله تعدي مني للناحيه الثانيه. انت فاهم؟ ما هو انت لو الحكايه لفت هتلف الناحيه الثانيه، عامل زي اللفه لما 180 درجه يبقى راحت بره خلاص ما بقتش معانا. فهو ده الخوف، لان الحاجات دي خلصت على لعيبه كتير. صح. لا هو حازم لازم يعرف حاجه، يعني اي مش يعرف، محتاج حد يقول له. انا ما اعرفش. حسام وابراهيم اتكلموا معاه كتير. ما هو يعني اتكلموا معاه كتير. بس هو هقول لك حاجه، انا لما اجي اقول لحضرتك لازم تبقى كويس لازم تبقى كويس، غير لما انت تبقى من جوه عايز تبقى كويس. ما هو مش عارف. لازم يا كابتن حازم ما هو يعرف دي احنا محتاجه زي ما بقول. انا ممكن ان انا يعني الواحد في حتى في الثواب والعقاب انا مش كل حاجه انا مع ان اللي يغلط يتحاسب. لا هو ما غلطش حازم. انا عموما انا مع ده، يعني انا لما تيجي تتاخر هحاسبك، ما اقدرش انك انت تيجي متاخر فعشان انت مين اسيبك، هتتحاسب. الحساب ده ممكن يبقى انك انت بتلف لفتين زياده، ايا كان الحساب، اقول له كلمتين بخيل فلوس منه فلوس اي حاجه يعني. انما في نفس الوقت ان انا في حد محتاج اتعامل معاه لغايه ما اعدله، لان خلي بالك برضو احنا ما بنأهلش الولاد الصغيرين بتوعنا للشهره، وما بأهلوش تتعامل مع الفلوس، وما بأهلوش. انت متخيل واحد كان بياخد كل يوم بقاله 6 سنين بيخش من الباب ده، يمكن كل مره الراجل بيروح نفسه وهو داخل يقول له هات الكارنيه، خدت بالك؟ او يقول له هات الكارنيه، وفجاه وهو داخل في زفه حواليه والراجل بيقوم يعظم له. طب ما لازم يتجنن.
يعني انا اقصد اقول ما اعرفش نعمل ايه، انما يعني خلي بالك حاجه، بس هو اللعيب الكوره انا بضرب مثال بواحد بس، ده موجودين في كل حته. لا حازم انا شايفه هيبقى يعني هيلعب الفتره الجايه. حازم كويس بس هو غير حازم. لعيب الكوره مش صعب حاجه انك تبقى كويس في الملعب. ليه بقى؟ ان انا مش مطالب مني مثلا زي الدكتور قاعد اذاكر كل يوم. انا المطلوب مني كلاعب كوره سهل اتمرن كويس، بس اتمرن كويس. طول ما اتمرن كويس المدرب لازم هيلاعبني، حتى لو ما لعبتش النهارده دول الساعتين دول الساعتين ما انا عشان اتمرن كويس بقى حاجه ايه؟ لازم حياتي رتم حياتي يبقى كويس، اكل كويس وانام كويس. يعني ما هي دول بس هي سهله يعني. انا وانا صغير كنت سهل ببقى عارف انا عايز العب امتى كويس، فبتمرن كويس قوي للماتش ده. في لعيبه يعني دايما واحنا بنلعب في ماتشات عاديه فبتتمرن عادي، في ماتشات بتبقى طبيعيه يعني، وفي ماتشات بتبقى مهمه فانت بتزود، بتلاقي نفسك انا عايز العب كويس فبتمرن اكتر. فلعيب الكوره دايما عارف هو عايز ايه، وعايز ابقى كويس ازاي، وعارف كويس امتى. هي دي المشكله، انا عايز ايه، مش ان انا واحد يكلمني. هيكلمني واحد بيحبني، ما انا مش كل المدربين بيحبوني، في مدربين كتير ما بتبقاش حباك، وفي مدربين شايفاك عادي. لكن انت اللي بتفرق بسبب انت عايز تمرن، فهيلاقي نفسك، هيلاقي المدرب غصب عنه. محدش في العالم المدرب هيلاقي لعيبه. حتى في كان مثلا مدربين ايام وانا بلعب ممكن ما يلعبونيش، فكانوا يقولوا لي انت بتهاجموش ليه؟ اقول لهم خلاص هو شايف ما حدش شايفني كويس ومش عايز يلعبني، مش اكيد لو شايفني كويس هلعب. فما فيش مدرب في الدنيا هيبقى عنده لعيب كويس وما يلعبوش. المشكله دايما عند اللعيب. انا معاك لحد كبير، بس في ناس محتاج نتكلم معاها، لان احنا سقط مننا في الكره المصريه لعيبه كتير جدا. لو كنا تعبنا شويه معاهم يمكن كنا لحقناهم. فكتير سقطوا مننا يعني، كان لعيبه، انا بتكلم على المواهب يعني، اللعيبه الموهوبه، في لعيبه موهوبه، لان البارود ما بتضربش عين الا في المواهب يعني. ما بتضرب. الازمه الماليه بتاعتكم دي حكايتها ايه؟ انتهت ولا لسه ولا ايه؟ لا خلاص انا ما بحبش كلمه الاسم. ما هو بلاش. لا مش من حضرتك يعني لا ما انا عموما انا قصدي انها كانت بتتكتب في الجرايد بطريقه يعني انا ما بشوفش حد يعني نادي يعني انديه كتير في مصر ما فيش كانش يعني ما عندهاش حاجه، بس ما كانش بيتكتب بالطريقه يقول لك الموظفين ما قبضوش، اللعيبه مش عارف ايه، ومحسين الناس يعني مش لاقي تاكل. لا يعني مش كده قوي يعني. والدنيا كلها دلوقتي خلاص كل الناس معاها فلوس وهي ازمه اقتصاديه في العالم كله يعني، مش في مصر بس او في نادي الزمالك يعني. لكن احنا عندنا هقول لك حاجه، زي ما حضرتك قلت انت حضرتك بتنقد، لكن ما ينفعش ان انا لو انا عايز انقد مانشستر هعرف انقده ازاي لو في حاجه يعني، اكيد في حاجه وحشه، ما فيش حاجه في الدنيا كلها كويسه كمان لله وحده. يعني مانشستر اكيد في حاجه غلط مثلا، ممكن اطلع فيهم حاجه. فاحنا نادي الزمالك انا بحس حضرتك في جرايد ما بتطلعش غير كل حاجه سلبيه، بس كل حاجه سلبيه بيطلعها في عنوان سرقه مش عارف فين، مش عارف تضارب، خناقه، يعني دايما اي حاجه سلبيه بتطلع، مع ان في حاجات برضه ايجابيه ممكن ما تبقاش كتير بس بتكتب يعني. ما ينفعش كل يوم اطلع افتح الجورنال الاقي حاجه سلبيه حاجه سلبيه حاجه سلبيه، مش ممكن، ما ينفعش. بص يا كابتن حازم، في مفهوم ده على فكره، ده في الرياضه ده في رحمه فيه شويه، انما ده موجود على كل حاجه. يعني انت لما تمسك الجورنال، في الجورنال هتلاقي صفحتين حوادث، صفحه او صفحتين حوادث. الصفحات الحوادث دي كلها نماذج سلبيه، يعني بتتكلم عن جريمه دي حاجه سلبيه، بتتكلم عن سرقه حاجه سلبيه. صح. ممكن النشر الحاجات دي بتبقى عظه، ممكن الحاجات دي كده، ممكن الناس بتحب تشوف فيها جزء من النميمه، ممكن. انما انت عرضت في الصفحتين مجموعه حاجات ممكن تبقى فيهم حاجات مستفزه. يعني يقول لك ان فلان الفلاني ده خد 500 مليون وهرب، وفي واحد ما معهوش 500 قرش. صح. يعني ممكن تبقى مستفزه. فاحنا من كتر ان الاعلام مهتم انه يبحث عن السلبيات نسي ان يتكلم عن الايجابيات. وهي دي المشكله اللي احنا فيها دلوقتي في مصر. هتلاقي منشطات مش عارف ايه، حتى السينما ابتدت حتى تاخد الجانب يعني. بس هو حاجه، كل حاجه احنا 18 احنا 14 نادي او 16 نادي بيلعب في الدوري الممتاز، ما حدش بيكتب على السلبيات بس. دايما حضرتك افتح يعني حضرتك بتقرا كل الجرايد، حضرتك شوف في الجرايد ان هم هقول لك ليه ان في خلفيات وارصه يعني. من وانا قد كده بفتح الراديو او التلفزيون او الجرايد، الزمالك عنده مشكله اداريه من وانا قد كده، من ايام محمد حسن حلمي الله يرحمه. على طول يقول لك اصل فرق بين الزمالك والاهلي ده اداريا مش كويس وده اداريا كويس. فعلى طول في حاجه جوه الصحفيين او جوه الناس عندها على طول احساس ان الزمالك اداريا بايظ، مهما تقعد تهاتي خلاص انت. فعلى طول لا الزمالك اداريا مش عارف ايه، عملوا تغيير غلط، مش عارف ايه غلط، كله غلط يعني. ما فيش حاجه بتتعمل لله كويسه سبحان الله يعني. فهي دي النظريه. حاجه انت معاك 16 نادي في الدوري،
ما فيش حد يعني تكتب مره على ركزوا مع حد تاني. تكتب مره على ركزوا الأهلي، مع تكتب حد على تاني. المحل، لكن كل يوم الزمالك 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 الزمالك، مشاكل مشاكل مشاكل. فهي دي بس النظريه في في خبر دلوقتي جاي انتشر، ما اعرفش انه صح ولا غلط، ان احنا حكايه الانتقالات ديت عصام الحضري بيقولوا خلاص انه الاسماعيلي وافق على انه يحترف بالميراس البرازيلي، وعصام حصل اتصال تليفون من عندنا معاه قال ان ده كلام لسه. رئيس النادي نصر ابو الحسن قال انه مش موجود في النادي، قالوا مش موجود، هو قال ان انا مش موجود. المهم في اطار الكلام احسن الناس تتكلم، وفي اطار الكلام بقى ايه حكايه جمال حمزه دي وانه راح النادي الاهلي؟ والله ما اعرف يعني. جمال صاحبي يعني، انا لسه مكلم جمال، كنت انا بكلمه على طول بس يعني. هو جمال قال لاحمد الخضري يعني ده الكلام ده قاله له. قال له انه رمضان انا لسه مكلمه من اسبوع والله بنتكلم، ما ذكرليش موضوع الاهلي ده خالص. يعني كابتن حسام وكابتن ابراهيم كلموه ويوم ماتش كان بيلعب معانا ماتش الحرس الحدود ودي، وقالوا له احنا عايزينك في النادي، وهو قال يعني انا كانوا واقفين معانا، كنت في الماتش زي ما انتوا كنتوا قاعدين وقالوا له يعني شافوه قالوا له عايزينك معانا، وهو رد قال يعني هيكمل الموسم مع الجونه وهيشوف بعد يعني وهيتكلم معانا. وانا كلمته برضه من اسبوع، ما ذكرليش موضوع الاهلي يعني. انا صداقت بجمال مش صداقه ان انا اداري والكلام ده، لا يعني انا جمال اخويا الصغير يعني، ما قاليش موضوع الاهلي. يمكن حصل اليومين دول انا ما اعرفش بصراحه، لكن جمال انا دايما بعتبر ان جمال من احسن اللعيبه في مصر، واتظلم في النادي، مش اتظلم في نادي الزمالك لكن جمهور. لا بس هو ظلم نفسه كمان، والجمهور جه عليه برضه. بص هقول لك حاجه زي ما انا بقول لجمال، هقول لك حاجه، لما تنزل ماتش وتتشتم من جمهورك صعب قوي تبقى لعيب الكوره، صعب قوي، وخصوصا لما حتى مشي الفرقه ما قامتش قوي بسرعه بعد جمال. فمش جمال هو السبب، هي جمال متاخد عنه صوره سلبيه ان هو متآمر وان هو بيخلص على لعيبه وبتاع. لا، في صوره متاخد على جمال كده. جمال اغلب من كده يعني والله يعني هو راجل مشكلته ان هو بيلعب ويمشي ويقعد في النادي على طول. فانا شايف ان جمهورنا جه على جمال قوي، عشان جاي علينا كلنا اللي احنا كنا الوقت ده كنا بنخسر، فجه على كل اللي بيلعبوا بصراحه يعني، جه عليا وجه على ابو العيله وجه على شيكابالا وجه على جمال. كانش بقى خلاص، حس الناس دي لازم تقعد لان مفيش مكسب معاهم، فيشوف حد تاني. ممكن حد تاني ما يبقاش كويس بس هو عايزين يغيروا خلاص. فانا شايف ان جمال لعيب كويس، بس في الفتره اللي فاتت دي كان لازم يبعد شويه. طب الراجل بتاع زامبيا ده اللي اسمه كلابه ده ولا اسمه ايه ده، حكايته ده هو اسمه ايه الاول؟ كلاب. طيب ما احنا الزمالك يعني حاجتنا ما بتمشيش بسرعه دايما. انت منظور فيها منظور فيها الله يعني. لا هو عنده مشكله في مع مراته. بس هي طبعا في مصر نظريه التآمر، ويقول لك اصل الاهلي دخل وقعد لك يكلمه وهو اللي معطل الصف. الاهلي مش دعوه يعني، انا ما بحبش دايما نكبر مواضيع، مش كده خالص. لا ماليش دعوه الاهلي بالموضوع، ومش يعني انا ما بحبش ان اي حاجه تقف للزمالك يبقى الاهلي السبب، او حاجه تقف للاهلي يبقى الزمالك السبب. النظريه التآمريه اللي هي موجوده دي، وان احنا يعني مخابرات وكل واحد بيروح يعمل للتاني وبتاع، مدينا يعني حجم اكبر من حجمنا. وهي الحاجه مش كده خالص. وانا يعني ما اعتقدش ان الاهلي باحترامه للناس المحترمه ان هم لقوا الزمالك يتعاقد مع ده يروح رايح له يقول له ما تروحش. بس انا حتى لما سمعت الخبر ده انا الخبر سمع قلت لو الاهلي عمل كده يبقى غلطان. ما اعتقدش. انا بقول قلت كده، بس انا انما عرفت برضه انا اثق فيه ان هو الاهلي ما عملش، لان الراجل كلمنا بنفسه، وكالوش ابواليا رئيس الاتحاد كلمنا، والنادي في براجه كلمنا، ما قالولناش ان في حد داخل في الموضوع ولا حاجه. اللي طلع الاخبار دي وكيل اللاعب، خدت بال حضرتك؟ للاسف. انت رايك ايه في حكايه الوكلاء دي؟ لان انا حاسس ان في مصيبه سوداء في يعني حاجه كده في مصيبه سوداء هتظهر قريب يعني. اكيد اي حاجه غلط مش هتقعد غلط على طول. بص هقول لك حاجه، هو نظام الكوره عندنا غلط يعني، نظام شؤون اللاعبين والحكايه دي لازم تتظبط يعني موضوع جده اللي هيحصل في اخر السنه ده في حاجات غلط كتير يعني. اللائحه نفسها اللي في مصر محطوطه غلط، ما بتديش حق لحد، ما بتديش حق لا للاتحاد ولا لينا يعني. هي دي المشكله الكارثه يعني، ان انت في عندك لوائح ما بتديكش حق، وممكن تتحايل عليها، وممكن تبقى ممطوطه، وفي ناس هي اللي كاتبه كده عشان تسيبها ممطوطه، لان ده يبقى مره لمصلحه ده ومره يبقى لمصلحه ده. على الكيف للاسف يعني. لان اللائحه كانت من 2007 ولا 2005 ما تعدلتش، سايبينها كده مش عايزين يعدلوا فيها، زي موضوع القيد وموضوع ال 25 ولا 30 اللي هو الانتقالات، ومره يقول لك ومره يقول لك لا، يقول لك اصل اللائحه مكتوب فيها ما فيش، بس الملحق بيكتب فيه يعني. هي دي المشكله، ان ما فيش حاجه مكتوبه تقول ده ابيض وده اسود، سايبه الرمادي كده. ليه بقى؟ لان كل واحد يقول لك اصل عشان دي لو جت كده مثلا لصالح حد معين نقدر نحلها.
بالطريقه دي، لو كانت صالح معين نقدر نحلها بالطريقه دي. انا ما كنتش ضليع في اللوائح ولا حاجه، بس الموضوع ده خلانا نقرا في حاجات كتير للاسف. يعني ممكن الموضوع ده ما يبقاش ليه حل، لان مش مكتوب حاجه حل جذري. بص انا عارف الحكايه دي. انا امبارح لما قريت الخبر بتاع كابتن حسن شحاته، وانا دايما بقول ان المدرب اي مدرب اختيار لاعب لتشكيله مباراه حقه، وحقنا ان احنا نبدي راينا نقول ان ده يعني صح ولا غلط. انا شايف ان كابتن حسن شحاته من ناحيه من ناحيه المحافظه على لاعب بتاعي كان لازم اختار ميدو في الماتش بتاع انجلترا. الراجل بيلعب في انجلترا، وبعدين ميدو وعمرو الاثنين يعني الاثنين واحد، يعني الاثنين يعني خدت بالك وظروفهم واحده والكلام ده كله. يعني انا مش يعني انا كمان ما ينفعش ان لاعب بحجم ممكن يبقى ميدو ده لما جه عمل مشكله، وميدو في 2006 لما حصلت المشكله وكان في كلام انه عايزين يخلوه يلعب في الماتش. انا شخصيا كنت قلت استحاله، قلت ده يعني قلت وكتبته ما ينفعش. انما مش هقدر اقعد اعاقب ميدو من 2006 لغايه 500 سنه، ما ينفعش كمان. حتى انا قلت ده ربنا سبحانه وتعالى بيغفر، يعني في ايه يعني. لا أنا صعب يا فعلا، انا صعبان عليا ميدو بصراحه الولد. لا يعني هو ما يعني انا يعني ممكن ميدو يكون غلط، ممكن ميدو زي ما بيتقال اصله خرج من المعسكر، ممكن يبقى اي حاجه حصلت، انما ما ينفعش ماتش زي ده اكبره يا اخي، اجيبه ارفع معنوياته. طب انا برضه عايز اعلق على الموضوع ده بحاجه. كابتن حسن مره طلع مع كابتن مصطفى عبده ويعني وقال على كابتن ممدوح، يعني لما استبعد ميدو كابتن حسن فهو متضايق ان ممدوح عباس واحنا مجلس قعدنا مع الراجل مع ميدو، يعني نقول يعني ناس نديله روح المعنويه. يعني قال مش محتاج ان هو يعمل الموضوع ده كان. فانا بشوف كابتن حسن يعني هو بيعمل الحاجات دي في المنتخب، لو لعيب يبقى متعود بيروح يقعد مع دي، ده برضه لعيب عندنا في النادي، لعيب عندنا في النادي، لعيب مهم، كان لازم نقعد معاه ونرفع له روحه المعنويه بعد ما استبعد من المنتخب. ده لعيب وانت جايبه مبلغ كبير جدا، وده حاجه لا تؤثر على كابتن حسن، وحاجه يعني ما تزعلوش مننا ولا تزعلوا من رئيس النادي لما يجيب ميدو ويقعد معاه. احنا ما عملناش مؤتمر صحفي ولا حاجه ونرفع. لا هو في حاجه انا غلط، انا واخد عليكم حاجه، ممكن يبقى في حاجات هتتقال على لسانك وانت ما حصلتش، انت ما كنتش هنا اصلا، يعني انت انت خالص يعني ده. بس الصح يا حازم لما يحصل حاجه زي دي لازم يحصل تصحيح. لو انا مؤتمر صحفي حصل يا فندم. لا بص انا يعني انا استغربت، ما ينفعش اتقال كده. وانا اعتقد اتقال ايه؟ قال ان مجلس اداره الزمالك بيرفض، يعني انه بيحتاج او حاجه. لا خالص. ما انا عارف انه مش هينفع وانت موجود في وسطهم، انت عارف ان في الكوره ده حق اصيل للمدير الفني طبعا، وما فيش حد من مجلس الاداره قال كلمه على كابتن حسن. ما هو ده اللي انا عايز، كان لازم لما طلع في الجرايد مكتوب ده او اتقال في الفضائيات ده كان لازم يحدث تصحيح. ما نكبرش، ما هي دي النقطه اللي بتولع الدنيا واللي بتعمل مشاكل. لا ما فيش ولعان ولا حاجه، بس انا شفت كابتن حسن زعلان من نادي الزمالك ان هو يعني قعد مع ميدو وما كانش لازم يقعد مع ميدو. موقف ده حاجه لعيب بتاعنا، زي ما هو كابتن حسن اكيد عنده لعيبه لما بيحصل لها حاجه نفسيه مثلا ولا حد بيقعد معاه. فاحنا قعدنا مع ميدو معلش وانت لعيب كويس ومش يعني هو شد حيلك ان احنا محتاجينه كنا يعني، لكن لما مش يعني قعدتنا معاه لا تقلل من اختيارات كابتن حسن، ان هو يعني هو اللي بيختار، هو اللي زي ما حضرتك بتقول هو الاول والاخير، وكل الناس تعرف الموضوع ده. لكن ما يقللش ان احنا نقعد مع ميدو، ده حد لعيب بتاع الزمالك، انا ده حاجه حريه شخصيه، ده ملكي انا اتكلم معاه واعمله، دي حاجه بتاعتي يعني. مش عارف هيا وتاليا اخبارهم ايه؟ جمال احلى حاجه في حياتي. قد ايه بقى؟ عندي هيا 4 وداخله على 5، وتاليا 2 وداخله على 3. ايه ده السن اللي تحت ده اللي من الغيب؟ الثانيه بتقول لك دلوقتي ان رايي وانا ارى وانا مش عارف ايه. ابتديت هي تكبر شويه. لا بتقول لك رايي انا كذا، وطبعا تلاقيها مجننه امها في حكايه اللبس والبتاع. عملت لها مثلا شعرها بطريقه معينه مش كده؟ عياط هستيري عشان شعرها مش عارف ازاي. ايوه بتفك الاشتباك ده ازاي؟ لا انا مش دعوه بالليله دي خالص، انا اخدهم هم نازلين. هم مش بيلقوا لك؟ لا مش بتلجأ لك. بترجع لي بقول لها روحي لماما انا ماليش دعوه، شعرها كان هعمل ايه بشعرها بس. انا كنت بودي بنتي بس باخدها في حضني بصراحه. كنت بديها في كي جي 1 ومش عارف ايه. كانت مامتها بتعمل لها شعرها، هي ما اعرفش حاجه طريقه كده. ففي مره باصص في المرايه لقيتها بتعيط، قلت لها بتعيط ليه؟ قالت لي شعري وراني. قلت لها شعرك وراني يعني عايزه ايه؟ قالت لي فكه. قلت لها فكه، رحت ضارب وفكه طبعا، اخدت بالك وكده. فكان ده بيلقوا لي في الحاجات دي، فكنت طبعا انا حاجه في الدنيا الولاد دي مش ربنا يخليهم لك ويبارك لك فيهم يا رب ويديك الصحه كده. انا في حاجه ما قلتلكش
اللي قرقنا كتير. ربنا يخليك يا فندم، انا مبسوط ان انا مع حضرتك، شرف ليا. ربنا يخليك يا حازم، مع صحفي كبير جدا ربنا جدا. يخليك. واحد يعني اتمتع بمقالات حضرتك، الله يخليك. خاصه يوم الجمعه، الله المقاله المعروفه بتاعت حضرتك. فوالله شرف ليا ان انا مع حضرتك النهارده، وكان يعني ان شاء الله يا رب اكررها تاني باذن الله. انا يعني. بشكرك يا حازم الحقيقه، بتمنى توفيق ليك عموما على المستوى الشخصي، بتمنى لك التوفيق في حياتك وفي كل حاجه، وبتمنى النادي الزمالك التوفيق. الزمالك لما هيقوم لنا الدنيا في مصر كلها في الكوره، لان حاجه مهمه جدا انها ترجع ان شاء الله، وان شاء الله ترجع ان شاء الله، وكل حاجه يعني تبقى كويسه يا رب دايما، وتجمعنا الايام على خير دايما يا رب يا فندم. بشكرك يا حازم، بشكر حضراتكم، تصبحوا على خير. شيبسيكو كله يضلع نفسه.